طري، هذه مأخوذة من الكلمة الكردية تر، التي هي نفس الصيغة في اللغة البهلوية أيضا تر، فالتر يعني رطب. اللغة دخلت إلى اللغة العربية. طعم أصلها هو الكلمة الكردية تام. طعم، هذه الطعم مثلا الناس الذين يصيدون السمك مثلا يستعملون الطعم للأسماك لصيدها، فهذه الكلمة طعم متأتية من الكلمة الكردية تومك، التي هي ذلك الطعام الذي يتم تقديمه إلى الطيور أو الحيوانات للإمساك بها. الكلمة الأصلية هي التوم، وحرف الكاف مضاف إليها يستعمل للتصغير في اللغة الكردية للدلالة على قلة الكمية المستعملة، فهي توم، ولكن أصبحت تومك في اللغة الكردية لتصغيرها، لأن الطعم عادة يستعمل بكمية قليلة، كما قلنا في الحلقة القادمة مثل باخ باخشة، فتصغير لباخ. طعن، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية تانا، نقول تاني ليدا يعني طعنه. طبعا طعن ليس الضرب بالخنجر أو بالسيف، ولكن تانا يعني باللغة العربية أعتقد يهينه على شيء معين، مثلا إنسان يخطأ أو هذا فينتقدونه بسبب هذا الخطأ. طمش، هذه الكلمة أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية تماشا. الطمش يعني ناس. طناب، هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية تناف. دخلت هذه الكلمة الكردية للغة الفارسية بصيغة طناب أيضا. طنبور، هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية تنبور. هذه الكلمة أيضا موجودة في اللغة البهلوية. طبعا عندما نقول اللغة البهلوية، هذه اللغة البهلوية أقدم بكثير من اللغة العربية. يعني اللغة البهلوية، حتى اللغة البهلوية كانت مستعملة قبل الإمبراطورية الساسانية، كانت مستعملة في حدود منذ سنة 1000 قبل الميلاد تستعمل. فلذلك عندما نجد كلمة بهلوية معناها هذه الكلمة هي كلمة عريقة وقديمة أقدم من اللغات العربية والفارسية والتركية. طنجة، هذه مدينة طنجة المغربية. هذه طنجة معناها في اللغة الأمازيغية المكان المرتفع. في اللغة الأمازيغية تعني طنجة هذه المكان المرتفع. هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية تن. هي نفس الصيغة في اللغة البهلوية. تن يعني ضيق. عار، أصل الكلمة بالكردية هو آر، التي تعني شرف.
أيضا هذه الكلمة هي كلمة ميدية أيضا. ففي اللغة الميدية أرية أيضا تعني شرف. والعرب أخذوا هذه الكلمة الكردية وحتى غيروا معنى الكلمة من شرف إلى عار، ولكن طبعا للمعنيين علاقة مباشرة بالموضوع. عار يعني بلا، بعكس الشرف يعني بلا شرف. أو عام مصدر هذه الكلمة هو عم في اللغة العربية، فهذه متأتية من الكلمة الكردية هم، التي هي مصدر كلمة همو أي جميع. فنقول همو يعني جميع، عام يعني جميع. عبارة، هذه المفردة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية أوبارة، التي هي تلك الأخشاب التي تستخدم لتغطية حفرة لعبور الماء. أو أيضا هذه الكلمة كلمة مركبة، أو يعني الماء، بارة يعني عبور في اللغة الكردية، يعني أبري يعني يقطع أو يذهب. عسكر، هذه الكلمة العربية مقتبسة من كلمة لشكر. لحد الآن في اللغة الكردية نستعمل لشكر جيش، بمعنى جيش. تحولت هذه الكلمة بمرور الزمن إلى أشكر، وثم إلى أسكر، التي أصبحت في اللغة العربية عسكر. عقار مأخوذة من الكلمة الكردية آكار، التي هي في الأصل هي آخكار، التي تعني أرض تم ويتم العمل فيها. آخ يعني أرض، كار يعني عمل. عوج يعني أعوج، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية جوج. فنقول جوج، فلان جوج، مثلا يده جوج يعني أعوج، جوجة. هذه الكلمة الكردية مذكورة أيضا في القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذه في الزمر آية 39. غبار، أصل هذه الكلمة العربية هو الكلمة الكردية خمار، التي متحورة إلى خوبار وثم إلى غبار. لحد الآن نحن في اللغة الكردية نستعمل خمار، يعني سواد، أو المستعملة للتزيين المرأة. غذاء، هذه الكلمة مقتبسة من الكلمة الكردية غداء. غداء تعني معدة باللغة الكردية. هذه الكلمة بمرور الزمن متحولة إلى مدى وميداء، وثم أصبحت غذاء في اللغة العربية. وأيضا داخل هذه الكلمة الكردية إلى اللغة التركية بصيغة غداء. غداء أصبحت غداء في اللغة التركية. غرار، هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية خرار،
ودخلت إلى اللغة الفارسية بصيغة غرارة. غزال. كثير من الكرد يتصورون أن غزال كلمة عربية، ولكن أصلها كردية. خزال. وكما هو معروف الغزلان غير موجودة في المناطق الصحراوية، الغزلان موجودة في المناطق الجبلية ككردستان. غور هذه كلمة سومرية متأتية من الكلمة السومرية غور، والكلمة الكردية كور التي تعنيان عميق. كما قلنا قبل قليل فارس متأتية من الكلمة الكردية سوار. فردوس مأخوذة من الكلمة الميدية، هذه كلمة قديمة في اللغة الميدية. الفردوس باريديزا يعني باريديزا يعني الحديقة المسيجة. هذه ما معناها باللغة الميدية، فتحولت إلى فردوس. أيضا اللغة الإنجليزية أخذت هذه الكلمة الكردية وجعلتها بارادايس. فرسخ هي وحدة المسافة، فرسخ، ومقتبسة من الكلمة البهلوية فرسنج، وهي باللغة الكردية بصيغة فرسنج، نفس الصيغة البهلوية. فرمان يعني أوامر. هذه الكلمة العربية مأخوذة من اللغة البهلوية والكردية كما هي دون تغيير. يعني في اللغة الكردية والبهلوية أيضا هذه الكلمة فرمان، فهذه المفردة غير متغيرة في اللغة العربية. أيضا فرمان داخل إلى اللغة الفارسية والتركية بنفس الصيغة،